قبل ما يبدأ الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم مجموعة صحاب قاعدين مع بعض في الكلية، والواضح ان هم عمالين يشربوا لحد لما بيلاحظوا شخص من بعيد على السطح بتاع المبنى. في الاخر بيرمي نفسه من اعلى دور، وبيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل، وبنعرف ان هو لسه عايش وفي علامة غريبة على ايده. وبيفضل يقول في كلام غريب عن الملكة بيستوني لحد لما بيصرخ بأعلى صوت، والإسعاف بتنقله على طول للمستشفى. تاني يوم بيقعدوا مع بعض في شقة كاتي صاحبتهم، وهنا صاحبهم زاك بيقول لهم عن الملكة اللي سمع عنها امبارح ومن الشخص اللي رمى نفسه، وإن هي أسطورة روسية عن السحر الشعبي ومن خلالها تقدر تتحقق الأمنية اللي أنت نفسك فيها، لكن طبعا كل حاجة ليها شروط وشروط كبيرة. والأول بتقفل كل الأنوار بتاعة البيت، وبعدها بتقف قدام المراية وماسك شمعة في إيدك، والتانية ماسك بيها ورقة الكوتشينة مع شوية رسومات على المراية. وفي الاخر بيطلب منها الظهور 3 مرات ورا بعض، وبيطلب اي امنية وهتتحقق على طول. فطبعا بيكونوا مش مصدقين حاجة زي دي. وهنا كاتي بتسأل عن الملكة بيستوني، فبيقول لها ان هي فلست في القرن ال19، فقررت ان هي تأجر القصر بتاعها للاطفال عشان تجمع منه فلوس. وفي الاخر الشرطة عرفت ان هي كانت بتخلص على الاطفال دي مش بتهتم بيهم، فقررت ان هي تهجم عليهم عشان يحبسوها. لكن الاهالي قرروا ان هم يرموها في النهر عشان ينتقموا لاطفالهم اللي ماتت. ومن الوقت ده ما بقتش تظهر تاني لحد غير اللي بيطلبها مخصوص. بنعرف ان الامنية ممكن تتقبل وتحققها على طول او تترفض، وساعتها هتكون موتك هو النتيجة. فبيقرروا ان هم يجربوها على اساس ان هي خرافة مش اكتر. وبيطلب من انا ان هي تبدأ اللعبة، لان الاسطورة بتقول ان اصغر واحد هو اللي في المجموعة بيعمل كده الاول، وده عشان يطمنهم. وبعد لما بتخلص اللي نفسها فيه بتلاقي باب الأوضة عمال يتحرك لوحده لحد لما بيظهر مات قدامهم، وبنعرف ان ده كان اصلا مقلب من صاحبهم. وتاني يوم بيروح على المكان بتاعهم، ومات بيكون شكله تعبان وماسك ايده لحد لما كل واحد بيرجع على بيته، لكنه بيروح على بيت انا. بيطلب منها يتكلم معاها شويه، وبيقول لها ان الشخص اللي رمى نفسه اكيد ما كانش قاصد يعمل كده بمزاجه، وللاسف الكائن هو اللي كان بيطارده في كل حته. وهنا بتعرف ان هو عاوز يعلم فيها مقلب جديد، فمش بتركز في الكلام اكتر من كده لحد لما بيقول لها ان للاسف شافها امبارح في المرايه بتاعه الاوضه. وكمان في المرايه بتاعه المسبح بنشوف الملكه ماشيه وراه لحد دلوقتي، فبتقرر ان هي تعذب فيه قدام صاحبته، وبتعرف ان هو لسه بيهزر معاها لحد لما في الاخر بتعرف ان الموضوع شكله حقيقي، وبتفضل تصرخ لحد لما بينقلوه كمان على المستشفى، واللي بنعرف ان هو مات بعد سبب ازمه قلبيه. وهنا انا بتكون خايفه جدا من كلام صحابها اللي مات، فبتحاول ان هي تغطي اي مرايه في البيت، وبتدور اكتر عن الكتاب بتاع الملكه. وصحاب الكتاب بيتكلم مع زاك، وده عشان يعرف ان اللعنه حقيقيه مش اسطوره ولا حاجه، ولازم يقابل صحابه دلوقتي، وده عشان يحميهم من الكيان. فبعدها زاك بيروح على كاتي عشان يتكلم معاها ويعرفها ان المؤلف مش راضي يقول لهم على حاجه مفيده، وان الموت هيطاردهم في اي مكان يروحوه. بنشوف انا بتكون واقفه معاهم وشايفه كل ده، وبتقول لهم ان ده مش حقيقي لحد لما زاك بيطلب منهم يغطوا كل المرايات بتاعه البيت. وطبعا كاتي بتكون مش مصدقه كل ده لحد دلوقتي من الصدمه، لحد لما بتروح انا عليها عشان تطمنها شويه، لكن للاسف بتشوف خيال حد ماشي وراها، وده من خلال البراد. فطبعا بتختفي على طول من الحقيقه. وبالليل ميري بتحلم ان بنتها تعرضت لكيان شرير في الاوضه لحد لما بتصحى من النوم. هنا بتشوف ست في الاوضه شكلها مخيف جدا، لكنها لما بتشغل النور مش بتلاقي حد موجود، لكن بنتها اللي بتكون واقفه. وبتعرف ان هي فضلت تصوت لما كانت نايمه، فعشان كده جت على الاوضه بسرعه تطمن عليها، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح على الجنازه بتاعت مات صاحبهم، وبيعرفهم ان في حاجه مهمه جدا حصلت هو كمان ولازم يشوفوها. بنلاقي نفس العلامه على ايد زاك، وبيعرفهم ان الدور هيكون عليه قريب جدا لحد لما بتوصل مات على القاعه. وبتعرفهم ان ابنها اتعرض للقتل مش وفاه طبيعيه ولا حاجه، لحد لما بتبص على ميري وبتعرفها ان الدور هيكون قريب على بنتها. في الاخر بتحس ان الموضوع حقيقي ولازم تساعدهم، وبتطلب من زاك ان هو يشوف الفيديو اللي صوره لما عملوا فيهم المقلب، وده اللي شفناه في اول الفيلم. وهنا بيعرفهم ان هو شاف الملكه فعلا وقت تحضير الروح اللي كانوا بيصوروها، لحد لما شغلوا اكتر من مره. وطبعا اللعنه بتكون حقيقيه لحد لما بيسمعوا صوت غريب جاي من جهاز اللاسلكي، وبيعرفهم ان الجهاز ده بيرصد اي اصوات ضعيفه مش قادرين يسمعوها في الواقع، ومن خلاله يقدروا ان هم يتواصلوا مع الملكه وطبعا يطلبوا العفو منها. لكن في الاول لازم كل واحد يقدم حاجه عشان يضحي بيها، وفعلا بيعملوا كده لحد لما بيتواصلوا مع الملكه وبيسالوها على اول سؤال، لان بنعرف ان هي اللي خلصت علامات صاحبهم. بيدخلوا على باقي الأسئلة، ولما زاك بيسألها هل كلهم هيموتوا ولا لأ، للأسف الإجابة بتكون أيوة.
وطبعا الكل بيكون خايف جدا ومحدش قادر فيهم يتحكم في اعصابه، لحد لما بتقوم انا بسرعه من قصادهم، وميري بتطلب منها الكتاب بسرعه عشان يحلوا المشكله، وان هي لازم تتواصل مع المؤلف ده عشان تعرف الحكايه. وبعدها بيرجع تاني زاك على البيت عشان يدخل الحمام، وبيلاحظ ان الجرح اللي في ايده عمال يزيد مع الوقت، فبيحاول ان هو يعالجه. في الوقت ده بيلاحظ ان الميه كلها اتحولت للون الاسود، وبيشوف حد غرقان في البانيو، واول لما بيقرب عليها هنا بتفضل ماسكه في ايده لحد لما بيموت، وبيغرق طبعا في الحمام. وانا بتشوف عربيات الاسعاف في الطريق بتاع صاحبها زاك، فبتعرف ان هو اكيد حصل معاه حاجه وللاسف بيكون مات. بعدها بتحاول ان هي تتكلم مع امها لحد لما بتشوف خيال حد ماشي حواليها، فبترجع تاني على البيت مع بنتها انا. ومع الوقت بتفضل كاتي بس مع انا اللي لسه عايشين، وبيخلص اليوم على كده. بعد شويه بتصحى انا من النوم على صوت غريب، وبتشوف الملكه واقفه قدامها، وبتفضل تندى على اسمها بطريقه مرعبه جدا لحد لما بتقع على الارض من الصدمه، وبتروح عليها ميري امها بسرعه، وبتفضل جنبها طول الليل لحد لما بتصحى من النوم. وبتروح ميري على اللاب عشان تتكلم مع المؤلف وتعرف كل اللي هيحصل، فبيسالها لو كان في اي علامه على ايد بنتها، لحد لما بتعرف ان مفيش اي حاجه ظهرت، وان الملكه هتفضل وراهم لحد لما تخلص عليهم، وانه حاول اكتر من مره يبعدها عن ابنه اللي صابته برضه نفس اللعنه، وان هو للاسف انتهى بموته. في الاخر بتقرر ان هي تروح على المؤلف ده بنفسها عشان تتكلم معاه بعد لما قفل السكه في وشها، وبتطلب من بنتها ان هي تفضل في العربيه لحد لما بتسمع حد بيندى عليها. واول لما بتبص في المرايه في الوقت ده بتنزل تاني بسرعة عشان تروح على الأم، والملكة بتكون قتلت ناس كتيرة جدا وصعب حد يسيطر عليها. بعد شوية بيسمعوا صوت أنا وهي بتصرخ في الصالة بعد لما شافت الملكة في المراية، وميري بتحاول إن هي تهديها. بتدخل للحمام عشان تغير هدومها، وفي الآخر بتشوف سواد بيطلع من تحت الخاتم بتاع أبوها اللي مات، فبترجع تاني عليهم. وهنا المؤلف بيعرف ان الخاتم اكيد ليه علاقه بالملكه، وان هي بتحب تتعلق باي حاجه من الضحيه لحد لما تخلص عليها. فبيطلع الكاميرا بتاعته وبيشيل الغطا من على المرايه، بيفضل يصور فيها عشان يشوف هي واقفه فين بالظبط، وان الكاميرا دي بتقدر تصور كل حاجه العين المجرده ما تقدرش تشوفها. وبعدها النور بيفضل يفصل في المكان كله لحد لما بيعرفوا ان انا بتكون في خطر، فبيحاول سمى المؤلف ان هو يغطي المرايه مره تانيه قبل ما الملكه تسيطر على روحها. وفي الاخر كل حاجه بتهدى مره تانيه، وبيروح على الاستوديو عشان يحمض كل الصور اللي خدها. وميري بتساله عن اللي حصل مع ابنه من الملكه. للاسف ما كانش مصدق ان ابنه بيقول الحقيقه في الاول لحد لما مات، وعرف ان الاسطوره فعلا بتحصل، ومن ساعتها بقى يدور على كل تفاصيلها. وهنا في صوره من الصور بتظهر فيها الملكه فعلا وهي بتحاول تخلص على انا، لحد لما بيروح على الصاله وبياخد العصفور بتاعه. بيطلب من انا ان هي تعمل نفس الطقوس مره تانيه عشان تستدعي الملكه، وفعلا بتعمل كده. وبيقول لها ان اول لما العصفور يتحرك بطريقه عشوائيه ده معناه ان الملكه قربت جدا منك، فبتحاول تعمل كل اللي بيقول عليه. لكن مع الوقت بتعرف ان العصفور اصلا بيكون مات، وهي بتوقف كلام لحد لما بتشوف الملكه واقفه وراها. طبعا ميري بتحاول ان هي تروح على بنتها بسرعه، وسام بيمنعها من كده عشان ما تموتش، لحد لما الملكه بتهجم على اي حد بيقرب منهم. وفي الاخر بيطلب من انا ترمي الخاتم بتاع ابوها بسرعه على الارض، لحد لما فعلا بتعمل كده وكل حاجه بتختفي من حواليهم. بعدها سام بيكون فاكر ان الملكه مش هتظهر تاني وانتهت اللعنه على كده، لانها خدت الخاتم منها وما قدرتش ان هي تاخد الروح. وتاني يوم بيروح ميري على سام عشان يتكلموا شويه، وبيطلب منها ان هي تقف تاني قدام المرايه عشان يصورها من جديد. في الاخر بيشوف ان كل حاجه ماشيه طبيعي والصور تمام، فبيقرر ان هو يرجع تاني على البيت، وميري بتوصله لحد العربيه. وفي الوقت ده كاتي بتكون قاعده مع انا في البيت لوحدها، وفي الاخر بتروح على الحمام، وهنا بتكون المفاجاه المرعبه. بنشوف ان الكيان سيطر على جسمها كل المره دي، وبترجع على المطبخ عشان تاخد السكينه وتخلص على صاحبتها كاتي. فبتحاول ان هي تهرب بسرعه من الاوضه قبل ما تموت، وطبعا بتتصل على ميري عشان تلحقها، وانا بتوصل في الوقت المناسب. بعدها بترجع تاني الام مع سام عشان يهدوها، وفي الاخر بيدولها حقنه مخدره لحد لما بيشوفوا حل للعنه، وبيقولوا لها ان هو ممكن يديلها حقنه كمان عشان يوقف نبض القلب، وبيحاولوا ان هم يفوقوها تاني بجهاز الكهرباء، وان هم لما يعملوا كده الملكه هتخرج من جسمها لاي كائن حي عشان تفضل عايشه فيه. فبيحط القط جنبهم، والام بتكون خايفه تعمل كده مع بنتها. هنا بينفذوا الخطه بتاعته، وانا بتكون للاسف ماتت. لكن الغريب ان الملكه مش بتخرج برضه من جسمها، والام بتقلق اكتر مع الوقت اللي عمال يعدي، وقلب بنتها بيكون وقف. فبعدها سام بيقرر ان هو ينقل الروح الملكه ده جواه عشان ينقذ الام وبنتها، وبتقدر ان هي تاخد انا على حمام السباحه. في الاخر بتقدر ان هي تعمل كده، لكن للاسف سام بيكون انتحر من المبنى بعد لما بنتها بتكون فاقت مره تانيه، وان هو عمل كده عشان يخلص من ملكه للابد اللي مش هتلاقي اي جسم تدخل فيه. وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه.